مرحبا بكم. قرار جيل زيد بعد الخطاب الملكي. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. قررت مجموعة جيل زيد إلغاء المظاهرات المقررة يومي السبت والأحد، وذلك بعد الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس للبرلمان يوم الجمعة 10 أكتوبر. وقالت المجموعة إنها اتخذت القرار بعد ساعات من النقاش الطويل والتشاور مع خبراء ميدانيين وأعضاء من مختلف المدن، واستنادا لقراءة دقيقة للوضع الميداني والظرف السياسي الراهن. وبحسب الحركة، فإن هذا التوقف مؤقت وخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنظيم والتنسيق وضمان أن تكون المرحلة المقبلة أكثر فعالية وتأثيرا، بعيدا عن الارتجال والاستغلال الخارجي. هذا وقد جددت الحركة مطالبها الثابتة التي قالت إنها لن تتغير، وعلى رأسها محاسبة الفاسدين وتحميل الحكومة مسؤولية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة. ويرجح أن سبب إلغاء هذه المظاهرات هو تفادي قراءتها كأنها رفض لما جاء في الخطاب الملكي أو اعتراضا عليه، وهو ما حذرت منه مجموعة من التيارات السياسية. الحركة وفي بلاغها أشارت أن التوقف يهدف إلى تفادي الاستغلال الخارجي، إذ كانت أطراف خارجية تعول على تظاهر الشباب نهاية الأسبوع لتصويره كأنه احتجاج يستهدف الملك أيضا، ما دفعها إلى إعادة تداول مقاطع قديمة كأنها مظاهرة مساء الجمعة.